صباح الفل على عيونكم. النهارده هنعمل لحمة راس بحمص الشام، جميلة جدا ونكهتها يا جماعة ملهاش اي علاقة بلحمة الراس. اللي هيدوقها يفتكرها لحمة عادية، طعمها جميل جدا. وكمان بقى لو جنبها كوباية شوربة لحمة رهيبة رهيبة يا جماعة، طعم وشكل ولا اروع من كده. هنجيب كيلو لحمة راس، بيقطعنا من كذا قطعة في اللحمة، بيبقى فيها لونها احمر شبه اللحمة العادية خالص، كمان حتة من اللسان. وعلى فكرة يا جماعة لحمة الراس غنية جدا جدا بالفيتامينات والمعادن، وما بتزيدش في الوزن، لان المعادن اللي فيها معادن معتدلة ودهون مشبعة، فيها كوليسترول، فيها صوديوم، فيها اوميجا 3. دي حاجات ناس متعرفهاش، فاكرة ان لحمة الراس اقل في القيمة الغذائية من اللحمة العادية، بل سبحان الله بالعكس، دي فيها قيمة غذائية عالية جدا. هنجيب كده لحمة الراس، عندي اللسان بيجي عليه طبقة سميكة شوية، بنضفها بكل سهولة بايدي. وبعدين بجيب حلة على النار فيها مية مغلية واحط فيها لحمة الراس. بنشوف الشوربة كده، لو في اي ريم عندي بشيله بالمعلقة على جنب عشان تفضل الشوربة كويسة. وبجي بقى على الشوربة اضيف عليها بصلاية مقطعة وطماطمايه وحبة فلفل اسود وحبة كمون وكمان فصين توم مقطعين، كله كده على الشوربة. بتدي نكهة للشوربة جميلة جدا، وبتخلي طبعا مفيش اي ريحة لحمة الراس، بل بالعكس كأنها شوربة لحمة عادية. عشان بقى اللحمة بتاخد معانا وقت طويل، بطلعها بعد فترة وامسكها اقطعها بسكينة مكعبات صغيرة كده، بتبقى سخنة معايا ممكن اسيبها تهدى 5 دقايق واقطعها مكعبات وارجع ارجعها الشوربة تاني. الطريقة دي بتخلي الشوربة طعمها جميل جدا، دي اولا. 2، بتخلي لحمة الراس تستوي معانا بسرعة. وبعدين انا عشان الوصفة بتاعتي بحتاج اللحمة مكعبات، مش محتاجاها حجم كبير كده. بعدين بقى برجعها تاني في الشوربة تكمل سوا على ما اجهز التسبيكة بتاعت اللحمة. كيلو طماطم مقطعة، لان هي الوصفة كده مش هنضربها في الخلاط. وعندي حبة توم كبيرة شوية وبصلاية كبيرة. في حلة بقى على النار هضيف التوم مع البصل واديها تشويحة خفيفة. وطبعا ضيفي المادة الدهنية اللي انت عايزاها، ممكن سمنة بلدي، ممكن زيت، ممكن دهن. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك. هنضيف التوابل، عندي كمون وفلفل اسود وكركم. هنضيف الطماطم على البصل والثوم وهنسيبها مع بعض كده تستوي. خلاص عندي هنا اتسبكت، بقت شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين، وتكون اللحمه خلاص هي كمان استوت. بجيب بقى عندي الحاجه الجميله قوي اللي هضيفها النهارده، هجيب كوبايه حمص مسلوق، حمص شام مسلوق، بيخلي طبعا طعمها خرافه وشكلها جميل جدا، وبيعلي القيمه الغذائيه. عندي بقى اللحمه استوت، بطلعها كده من الشوربه واصفيها واضيفها على التسبيكه بتاعتي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبها بقى معاها تستوي كده بتاع نص ساعه تلت ساعه، واقلبها من كل فتره والتانية عشان خاطر ما تلزقش في الحله من تحت، لحد ما لحمه الراس تشرب من التسبيكه دي. عايزه اقول لكم الطعم بيبقى خرافه يا جماعه، خرافه. انا ولادي اول مره يدوقوا لحمه الراس النهارده، لا اكلوا منها كميه كبيره جدا وعجبتهم قوي. قدميها بالشكل اللي يعجبك جنب وجبه رئيسيه، هي لوحدها وجبه جميله جدا مع العيش بقى، او ممكن رز. ومع كوبايه شوربه بقى هتلاقوا الطعم روعه، ما اقولكوش.
جربوها يا جماعة وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.